مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوار الغد الذي يأتيكم عبر قناة الغد الاشتراكي. سنتحدث في حلقة هذا اليوم عن أزمة النظام في كردستان مع ضيف الحلقة الناشط الشيوعي شمال علي. أهلا بك شمال. أهلا وسهلا، شكرا. نورتنا وسعيدين جدا بوجودك وقبولك لهذه الدعوة. أشكركم وأحييكم وأحيي زملائك المساعدين في البرنامج وأيضا كل المشاهدين، وأنا أيضا ممتن كثيرا للاستضافة هاي. أشكركم. شكرا لك شمال. نبدأ من الأزمة التي يعيشها النظام في العراق. نعم. وهذا الصراع الكبير والمتفاقم إلى أعلى درجاته بين قوى النظام السياسي في العراق. نعم. برأيك ما هي إمكانية تأثير هذه الأزمة على أزمة النظام في كردستان، وخصوصا بين حزبي السلطة أو الحزبين الأكثر نفوذا في كردستان المتمثلين باليكتي والبارتي؟ نعم، أتصور الوضع في كردستان في سوء والفوضى اللي نعيشها هي تسبق الوضع في العراق. يعني احنا في كردستان حتى قبل مجيء أمريكا والحرب الأمريكية والاحتلال الأمريكي على العراق وما تبع هالهجمة الشرسة على المجتمع العراقي على تحطيم الدولة ومرتكزاته وتحطيم كل المؤسسات العامة في المجتمع بصورة كاملة. يعني قبل ما تحدث هالفوضى هاي بالعراق احنا كنا نعيش فوضى وكنا نعيش حالة عدم استقرار، ويعني حالة يشبه يعني العيش كما كنا نوصفه وقتها في المعسكرات اللجوء، يعني في مخيمات اللجوء كان الوضع مثل هذا في قبل ما تحدث الأوضاع الأخيرة في العراق. ولكن الحرب والاحتلال وما تبع هالوضع يعني إعادة هيكلة الدولة وإعادة تنظيم الدولة على أسس طائفية وقومية طبعا ساهم بشكل مباشر في إدامة الوضع ودخول الوضع في كردستان في دوامة. كنا قبل في زمن وجود صدام حسين كنا في كردستان أمام خطر إعادة أو عودة يعني جيش النظام وقواتها المسلحة وارتكاب مجازر مثل ما كان عندنا تجارب مع النظام في السابق. ولكن بعد سقوط النظام صرنا تحت رحمة الوضع المتفاقم في بغداد. فممكن انه نقول انه الوضع في كردستان اصبح شبه ما انه انضرب في رقم اكبر، يعني مو قصدي الوضع في العراق، وصرنا في دوامه. فالفوضى في كردستان تساهم في ادامه الفوضى في العراق، وكذلك الفوضى في العراق يعني تعيد الوضع يعني تعيد الدائره المفرغه والوضع من أسوأ إلى أسوأ. فطبعا يعني الأنظمة اللي تسمى باللامركزية بالعادي ممكن إنه متابعتها من اتجاهين أو من مصدرين. من مصدر ضغط الجماهير من تحت، من الجماهير يعني المتذمرة أو اللي تبادر إلى النضال وإلى الكفاح، وهاي ممكن إنه تخلي ضغط تحت، يعني تخلي الأنظمة اللي تسمى باللامركزية تحت ضغط لأجل إجراء الإصلاحات وهاي، أو من فوق من النظام ككل، يعني من الدولة الموجودة. في كردستان احنا امام حاله انه المجتمع وجراء ما جرى في السابق من مآسي وحروب ويعني الوضع اللي عشناه قبل سقوط النظام أو الحرب الداخلية، الحصار يعني المتعدد من 3
أطراف، يعني حصار على العراق، حصار على كردستان من قبل نظام صدام، وحصار اليكتي على البارتي والبارتي على اليكتي. فكنا نعيش في وضع متأزم جدا. كل هذا أدى إلى ضعف بنية المجتمع اللي تسمى بالمجتمع المدني، وطبعا أنا أقصد الجماهير وتشكيلات النضالية، وهاي أدى إلى ضعف من هاي الناحية. ومن ناحية أخرى طبعا النظام أيضا، هذا النظام المشتت الطائفي اللي ما يشبه أي، يعني أو يشبه أنظمة أخرى، ولكن يشبه أسوأ الأنظمة بالعالم من حيث سوءها والفوضى اللي بنعيشها. فمن الجهتين احنا واقعين في وضع لا يحسد عليه مثل ما يقولون. وطبعا الوضع هذا بالعراق يأثر انه يشد الصراع ما بين الاطراف المتناحره في كردستان بين اليكتي والبارتي، ويخليهم يعني في حلبة صراع مستدامة ولا نهاية لها. وحلبة صراع يعني حتى ممكن انه النهب والسلب هذا من جزء من طبيعة النظام الرأسمالي او البورجوازية في كل مكان، ولكن في كردستان يعني تقريبا الحفاظ على السلطة مرتبط انه هل بامكان هذه السلطة ان تسرق او تنهب، او كم لها ان تنهب، او كم ممكن لها ان تنهب. هذه هي يعني يكون لها بإكسير الحياة بالنسبة لها، وهو إدامة الفساد والنهب ويعني الاستمتاع بثروات البلد. نعم أستاذ شمال. منصب رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية، تشكل عقدة كبيرة بين حزبي السلطة في كردستان. نعم. أنت كناشط شيوعي كيف ترى صراع الحزبين حول هذه القضية؟ هو صراع أكثر شيء صراع، أو هو ضغط من حزب البارتي أو من حزب البرزاني، اللي طبعا يريد يستأثر بكل شيء في كردستان. فموضوع حزب برزاني هو في واقع في حالة كل جدا متناقضة. من جهة هي ما تقدر، يعني ما ممكن انه تديم سلطتها بدون يعني حملات الإعمار أو المساهمة في زيادة الفرص الاستثمار بكردستان، وربط كردستان بعلاقات دولية، وجعلها مثلا النموذج اللي حاطينه انه ممكن انه يتحول ويصير مثل دبي، أربيل يسوي مثل دبي. ومن جهة أخرى مع تواصل هالعملية هاي يوم بعد يوم، حزب البارتي بده يصير شيء غريب وغير متجانس أبدا مع المجتمع في كردستان. يعني كل ما يحاول أن يعيد إنتاج مشروعيته بكونه يمثل السلطة أو الطبقة البورجوازية في كردستان، وأنه يفتح أمام هذه الطبقة مجال الاستثمارات. وهي كل ما زاد الاستثمارات، حتى الاستثمارات في مجال العقارات أو في مجال المسائل اللي ما تعني الناس أو الجماهير بصورة مباشرة، كل ما زاد هالشيء هذا كل ما تطورت الإعمار في كردستان وتطورت. يعني بالقياس الى العراق نشوف انه في حاله يعني مختلفه في اربيل. فتصبح يصبح هذا الحزب اكثر غربه واكثر يعني انفصال عن الواقع الاجتماعي في كردستان، مما يؤدي الى ازمه سياسيه دائميه. ف يعني وهذا يؤدي به الى انه يفرض سلطته، ويحاول انه يبين انه حزب البارتي هي القوة المهيمنة الأولى في كردستان، ويجب على الجميع إطاعته والانصياع لأوامره لمشيئته. فما يجعل الموضوع بهالحساسية هاي، وليس بسبب منصب رئيس الجمهورية. كنا نعرف أنه منصب رئيس الجمهورية منصب يعني تشريفاتي، ومثل ما يقولون شيء صوري، يعني ما له أي
ما عنده أي تأثير جدي على الوضع السياسي بالعراق وعلى القرار السياسي بالعراق. ولكن من جهة البارتي فجعل هالمسألة هاي مسألة كبيرة، هو جزء من الصراع بينه وبين الاتحاد الوطني، وبإفهام الاتحاد الوطني أنه هو الأخ الأصغر والبارتي هو الأخ الأكبر، وما ما ممكن أنه يطلع الأخ الصغير عن طوع الأخ الكبير، وهذا هو المنهج اللي ماشيين عليه. طيب شمال، اليوم وفي هذه الفترة نشهد أزمة معيشة خانقة إلى أبعد الحدود في كردستان. نعم. أسعار الوقود وأسعار البنزين مرتفعة جدا. في بعض المناطق وصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 1500 دينار، وارتفاع غير مسبوق على مختلف البضائع والمنتجات. برأيك ما هي الأسباب الموضوعية الواقعية وراء هذا الارتفاع في أسعار الوقود والبضائع الأخرى؟ المسألة الأساسية طبعا، المسألة الأساسية هي مثل ما قلت بالسابق، أكو بكردستان في الوقت الحالي صراع ما بين الحزبين أو منافسة ما بين الحزبين على النهب. المنافسة ما بين الحزبين على النهب، وفي نفس الوقت منافسة على السلطة. يعني الحزب، الجهة، السلطة، المجموعة المنظمة التي تقدر أن تنهب أكثر سيكون لها الباع الكبير في كردستان. ويعني المسألة، هذا هو منطق الحكم في كردستان في الوقت الحالي. فمسألة يعني النهب هو بعض الأوقات بعض الأحيان ليس دافع يعني الاستئثار بالثروة وفي جمع الثروة بحد ذاتها. يعني جمع الثروة في يد حزب البارتي أو الحزب الاتحاد الوطني ولتدعيم وجودهم في السلطة أو بقائهم في السلطة. فكأنه السلطة كان يعني شرط من شروط أنه الاستئثار بالثروة. الآن الاستئثار بالثروة والنهب المنظم لثروات المجتمع أصبح ضامن لإدامة السلطة. وطبعا هناك منافسة بين شركتين، يعني هم لهم الاحتكار على المصافي وتصفية النفط وتكرير النفط، ويعني إنتاج البنزين والكيروسين والمنتجات الأخرى. وهذه الشركات هي أولا شركات خاصة وتابعة للحزبين. وهذه الشركات طبعا تحاول، يعني لمن الشركات مستأثرة بالنفط تحاول تبيع لهم النفط يعني للمصافي. فهاي الشركات اللي تبيع النفط للمصافي تبيع بسعر غالي وبسعر يعني هم يحددوها. فمن يعني من جهة أخرى هي طبعا النظام النيوليبرالي والنظام اللي يعني فتح الباب على مصراعيه امام المنافسه بين الشركات المختلفه وعدم تدخل الدوله. وهاي طبعا احنا بكردستان ذهبنا مراحل متقدمه، يعني حتى بالقياس الى بغداد وباقي مناطق العراق. الوضع في كردستان اشبه ما يكون بدول مثل الهند او ما لا اعرف، يعني دول مثاليه في انفتاحها على السوق والمنافسه في السوق. وهاي طبعا كل يعني مثلا حتى دعم الاسعار وهالمسائل هاي ما باقي بكردستان. يعني دعم اسعار الوقود اللي يصرف من قبل الدوله في العراق ما تصرف من قبل الأحزاب المختلفة أو السلطات المختلفة سواء في أربيل أو في السليمانية لدعم الوقود. وهذا ما يجعل أسعار الوقود ترتفع، ومما طبعا يجعل كل يعني الأسعار في السوق بصورة عامة ترتفع. طبعا نعرف أنه تأثير ارتفاع أسعار الوقود تأثر على كل المنتجات الأخرى بالسوق.
نعم أستاذ شمال. بين الحين والآخر نشهد حركات احتجاجية في كردستان، كانت آخرها حركة الطلبة للمطالبة بحقوقهم، واللي شارك بها عدد ضخم جدا من الطلبة والمواطنات والمواطنين في كردستان، ووجهت بقمع قاسي وشديد. ولكن الاحتجاجات نراها تتركز في محافظة السليمانية فقط. الأساليب التي تستخدمها السلطة البوليسية في قمع هذه الاحتجاجات برأيك، هل أثرت هذه الأساليب على انتشار الاحتجاج إلى بقية مناطق كردستان؟ أو عدم انتشارها بالأحرى قصدك؟ أي نعم، هل أثرت على عدم انتشارها؟ وطبعا كان هذا الواقع محسوس أكثر في السنوات السابقة، ولكن أصبح الوضع أحسن. يعني إحنا هسه نشوف يعني حتى في دهوك، في مناطق يعني معاقل البارتي، أصبح الوقوف أمام، يعني الوقوف بمواجهة البارتي وسياساته يعني الرجعية أصبح يعني شيء مألوف. يعني هناك مثلا طبعا هو قمع موجود، ولكن قمع تعني أنه في حركة، وإلا ليش القمع؟ يعني ليش الواحد لازم يقمع الناس ويسجن مثلا حوالي أكثر من 90 شخص بس فقط بسبب مثلا كومنتات على الفيسبوك، أو بسبب مثلا مقالات نشروها، وبسبب تحقيقات أجروها، تحقيقات صحفية، أو بسبب نية المشاركة في تظاهرات معينة. وهي ليش يكون هذا الشيء موجود في مناطق البارتي إذا ما يكون في امتعاض واحتجاج واسع على صعيد كبير داخل المجتمع. وطبعا تظهر هالاحتجاجات بين الفينة والأخرى، وحتى في أربيل احنا بنشاهد الاحتجاجات. ولكن طبعا تاريخيا يعني المسألة نكون يعني واقعين من هذه الناحية وموضوعيين. والوضع في سليمانية كانت تختلف منذ البداية، يعني حتى تاريخيا سليمانية معقل من معاقل اليسار. اوكي، احنا نشوف مثلا حاسة في العراق ككل، يعني المناطق اللي كانت الحركة الاشتراكية والشيوعية واليسارية بها قوية، حتى في جنوب العراق هي تصير مراكز وبؤر او نقول مثلا براكين تنفجر بين الحين والاخر في وجه السلطه وفي وجه سياساتها اللصوصيه والقمعيه. نفس الشيء هذا موجود في كردستان. يعني سليمانيه معروف على تاريخيا كان احد معاقل الحركات اليساريه. ولكن اضافه الى هالجانب التاريخي، طبعا هو هذا الجانب التاريخي اللي ما خلى البارتي او حزب الديمقراطي الكردستاني برجعيته ان يسيطر على منطقه سليمانيه. وحتى بعد احتلال المنطقه السليمانيه احس في 96 بمساعده النظام العراقي السابق ومساعده جيش صدام حسين ما قدر يعني يتحمل او يسيطر على المنطقه هاي، واضطر الى تركه والانسحاب من منطقه سليمانيه بسبب الحاله ال يعني المقاومه وحاله الاحتجاج الموجود في هذه المنطقه. وطبعا يعني المساله مو كون يعني ما ابدا ما لازم يتم الاستنتاج من حديثي هذا انه الاتحاد الوطني احسن من البارتي. ممكن الاستنتاج ان البارتي اسوأ من الاتحاد الوطني. خلينا نقول الاثنين السيئين، ولكن الاسوأ هو البارتي. الاتحاد الوطني بسبب تركيبته التاريخيه وتركيبه تشكيلته كحركه سياسيه ما تقدر ان تكون له بؤره او يعني هرميه السلطه داخل الاتحاد الوطني مفقوده، وهذا يؤدي الى عدم قدرته على تثبيت اركان الاستبداد. يعني طبعا حزب استبدادي، حزب قمعي، ما قصر يعني مثل ما نقول في اغتيال، في قتل، في تشريد، في سجن المعارضين له ابدا. يعني ما قصر من هاي الناحيه بالجمله في اغتيالات بهاي المنطقه. ولكن مع هذا
تركيبته السياسية ما تخليه يكون قادر على فرض هيمنة ويعني تسلط مركزي، خلينا نقول، على هاي المنطقة، مما يؤدي إلى في ثغرات في هاي المنطقة ممكن الحركة الاحتجاجية تستخدمها وتتقدم. يعني هي عوامل مختلفة، بس يعني أتمنى أنه أصبحت الصورة على الأقل أوضح، يعني ناحية رد على السؤال. الاحتجاجات في كردستان تشهد تراجعا وانطلاقا بين الحين والآخر. نعم. بما يشبه بالمد والجزر. نعم. لكن لا تزال هذه الحركة الاحتجاجية لم تحقق ما هو مرجو منها. فهل غياب عامل التنظيم هو السبب وراء ذلك، أم أن ضعف الحركات اليسارية في كردستان هو السبب؟ هو طبعا ما ممكن نقول انه في ضعف في الناحيه التنظيميه ويكون عندنا حركات يساريه قويه، اوكي؟ واذا كانت عندنا حركات يساريه قويه فبالاحرى لازم نشوف انه الشروط اللي يخلي الحركات اليساريه قويه انه الجماهير تكون اكثر يعني اكثر تنظيم. ما ممكن انه حتى حزب تجيب الحزب البلشفي لمجتمع يعني مفكك من الناحيه التنظيميه كالعراق كله، يعني مو بس كردستان، تجيب حزب بلشفي لبلد مثل العراق يتفلش. يعني ما ممكن انه حزب يكون في حزب قوي في وضع انه الجماهير تفتقد الى اساسيات من ناحيه التنظيم. وهي وانا طبعا من الناس اللي دائما لما يتم الحديث عن انه كيف مثلا الدجاجه اولا او البيض مثلا، هل الشيء هذا انا ما اشوفه شيء، يعني نقوي الحركه اليساريه على مود بعدين نقوي تنظيم الجماهير، او بالعكس نسوي. انا اتصور انه انا من يمي رديت على هالسؤال هذا من زمان، انه الحركات الاحتجاجيه وحركات الجماهير ككل، يعني الاحتجاجيه مرات الواحد يستنتج انه احنا نقصد لما الجماهير تنزل للشارع تكون منظمه. طبعا هذا خيال، يعني هذا شيء ضرب من الخيال، انه انت الجماهير ما عندها تنظيم وما عندها يعني مؤسسات وما عندها يعني ارتباط مع بعض، الفعالين ما يعرفون ببعض، ما هي بس لما ينزلون للشارع يكونوا منظمين. يعني في عندنا احزاب بكردستان دائما تنادي لما الجماهير تنزل للشارع لا تنسوا التنظيم، لا تنسوا التنظيم. يا اخي الوقت تاخر بعد، لا تقول على التنظيم لما الجماهير تنزل على الشارع. الجماهير لازم تكون منظمة قبل ما تنزل للشارع. أثناء وجود الجماهير في الشارع وأثناء وجود الاحتجاجات من الوارد أنك توصل إلى درجة أعلى وأرقى من التنظيم من السابق، ولكن أنك تتذكر دائما التنظيم لما تشوف الحركات الاحتجاجية موجودة بالشارع وتعارك وهاي، وبعدين لما الحركات الاحتجاجية تخف وتتراجع تنسى الموضوع وتأجل لوقت ما ينزل الجماهير للشارع مرة أخرى، فأنت أساسا مدى تعرف يعني ايش تقول حقيقة. يعني يجب على الحركات اليسارية كما تقول أن تكون مستعدة دائما للحظة الثورية، وأن تعمل. لا لازم نفكر انه الاحتجاج ما موجود فقط حينما يعني ينزل للشارع. الاحتجاج موجود دائما. فالاحتجاج يعني مثلا الجماهير نزلت للشارع، سووا مثلا محاولات انه نشكل منظمات، نشكل لجان المحلات، لجان المعامل، ما في طروحات تجي وتروح وهاي ومناقشات تصير، وبعدين لما يخف الموضوع بعد ما حد يحكي عن التنظيم. يعني كأنه التنظيم احنا بس نريده لما الجماهير تنزل للشارع، لا، كأنه الاحتجاج اختفى، كأنه الاحتجاج ما السلطة ما تحس بالاحتجاج، احنا الشيوعيين هم ما نحس بيها لما ما نازله للشارع. فهذا اتصور انه هذه من اكبر الاخطاء او النقائص اللي تعاني منها الحركات والتوجه اليساري. وطبعا الاولويه بالنسبه لي لتنظيم الجماهير لنفسها، حتى لو ما كان تنظيم سياسي، ما كان تنظيم بالمعنى اللي اني اريده، تنظيم شيوعي اشتراكي ذو بعد مثلا طبقي واضح وعنده برنامج تقدمي، حتى اذا ما كان هيك، حتى لو كان تنظيم جنيني بسيط جدا، فهذا ممكن انه يكون مصطبة، او ممكن يكون يعني
درج الى درجه اخرى، يعني نصعد الدرج درجه، يعني مو مره واحده. ممكن انه يكون هاي مصطبه او وضع معين تهيئ للتنظيم المقبل. فانا اتصور انه مساله يعني الاحتجاجات بهالصوره هاي بيأشر الى انه فعلا الجماهير تفتقد لمنظماتها الجماهيريه. احنا ما في عندنا بلد بالمنطقه، يعني حتى اتصور في العراق ممكن يكون الوضع افضل من كردستان. يعني احنا في ايران جنبنا، يعني ماكو نظام اكثر قمعي ودموي وقاسي وشرس مثل النظام الايراني. على مثلا شغلات بسيطه ممكن الواحد ينعدم في ايران. ولكن هسه احنا بدنا نحكي في رئيس اتحاد السواق الباصات في شركة واحد اسمه هسه موجود بالسجن ومضرب عن الطعام ويريد يطلع. وفي منظمات عمالية تتشكل، يحاولون سجن فعالينها ويعاقبوهم، يحاولون طردهم ويحاولون تشريدهم، وبعدين المنظمات هاي تجي. في كردستان ما عندك هالمنظمات. وطبعا وهذا هو السؤال الجوهري اللي لازم نتوجه له. يعني الحركات الجماهيرية ضعفها وتراجعها وعدم تقدمها وعدم تحقيقها لأي مكسب من المكتسبات مرده إلى عدم وجود تنظيمات. ولازم نبلش طبعا كيساريين نفكر انه كيف ممكن نرد على هالسؤال هذا. وهذا سؤال واقعي، هذا سؤال مبرر، هذا سؤال مهم. والأولوية بالنسبة لنا انه يكون عندنا رد عملي وواقعي على هذا السؤال، ليس رد نظري. ليس يا جماهير المنتفضة نظموا انفسكم، ايها الجماهير المعترضة المحتجة، ان التنظيم. هذه يعني نصائح مثل يعني وعاظ. هذا وعظ، هذا ما مو سياسة. يعني هذه بس انه احنا والله احنا احسن منكم، اعقل منكم، نعرف انه التنظيم مهم، انتم ما تعرفون. طبعا الجماهير تعرف التنظيم مهم، بس اي نوع من التنظيم وكيف ممكن تاسيسه وكيف ممكن انه نشكله ونطوره. هذا هو السؤال الجوهري، اللي سؤال عملي، سؤال موضوعي، سؤال يعني تجريبيا لازم نرد عليه، مو نظريا وباصطلاحات وبجمل مثلا جاهزه. انه في وقت لينين كان الموضوع هيك، وفي وقت مثلا الاشتراكيين الديمقراطيين في المانيا تشكلت المنظمات بهالصيغه. لا الرد موضوعي. هذا عندك واقع، وعندك جماهير محتجه، وعندك طبقه عامله موجوده، وعندك واقع. وين هي يعني المواد البناء وينها؟ باي مواد راح تبني؟ وكيف راح تبني؟ وحول اي مسائل؟ يعني اسئله جوهريه لازم يعني نبادر الى محاوله الرد عليها. وطبعا ايش قد ما احنا حاولنا بجديه الرد على هالموضوع، هالقد احنا حتى بيناتنا ممكن اليسار اللي هسه متشردم وكل واحد يحكي حكي وكل واحد يغني اغنيته، ممكن يجتمعون ويتحدون حول مفهوم معين للوحده وللتنظيم الجماهيري. نعم أستاذ شمال، هنالك علاقة بين الطبقة العاملة في العراق والطبقة العاملة في كردستان، وتشابه إلى حد كبير في الظروف والواقع الذي يعيشه العمال في العراق والواقع الذي يعيشه العمال في كردستان. نعم. وانطلقت في عام 2019 في العراق انتفاضة أكتوبر، وكان لها صدى كبير، واستمرت لمدة 3 سنوات تقريبا من الاعتصام والاحتجاج. هل كان لانتفاضة أكتوبر في العراق تأثير أو انعكاس على الحركة الاحتجاجية في كردستان؟ طبعا مع الأسف الإنسان ما يحس بهالتأثير هذا. وطبعا هذا اللي بعد المنطقتين عن بعض. يعني احنا طب صحيح بدنا نعيش في بلد واحد، ولكن هذا فقط على الورق. يعني صراحة كردستان بعيدة عن بغداد، وبغداد بعيدة عن كردستان. ومن الممكن انه في محاولات حثيثة لربط النضال الجماهيري في كردستان وفي العراق، ولكن لحد الآن يعني ما في الرؤية واضحة كيف هالوحدة هاي وكيف هالوحدة النضالية هاي ممكن
إنه ينبني. يعني إحنا ما نواجه مشكلة على صعيد التنظيم في كردستان، نواجه المشكلة على صعيد التنظيم في كل العراق. واحدة من المشاكل الأساسية هي هاي النقطة، وطبعًا الموضوع ما ممكن حله ب ب بالدعوة إلى الوحدة أو بمثلًا يعني إجراءات رمزية أو مثلًا أو إحداث أو مؤتمرات، مثلًا عقد مؤتمرات، هالمسائل هاي ما ممكن حلها. ممكن يعني إنه نوثّق الوشائج أو يمكن نربط المنطقتين ببعض، يعني إذا يكون في توجه معين إلى تغيير الواقع في العراق ككل، وإذا يكون في مثلًا نوع من الرد النضالي على الواقع الموجود، إنه التوحد وعقد العلاقات والتشابك والتنظيم على صعيد العراق يكون ضرورة من الضرورات يعني لنجاح الحركات. لحد الآن طبعًا أنا من ناحية كردستان أشوف إنه يعني الواقع الموجود في كردستان والواقع الموجود في العراق، وكون العراق يعني الواقع النهب والسلب اللي تجري على قدم وساق، يعني يجري على قدم وساق في جنوب العراق، والإهمال والفساد المستشري في كل مفاصل النظام في العراق، مرات يعني يساعد كثير المتسلطين على رقاب الشعب في كردستان، إنه شوفوا تريدون أن نكون مثل بغداد. يعني كأنه الكردستان بكل هذا النهب المنظم كأنه يعني قياسا إلى بغداد ممكن أنه يكون مثال أجمل أو مثلا أحسن، أو مو بالسوء نفسه اللي بنشوفه في جنوب العراق. وطبعا هذا يؤدي في كثير من الأحيان أنه الناس في كردستان ما يشوفوا مثلا نفس المشاكل اللي بيعانوا منها بالجنوب. يعني أنت بالجنوب حتى أبسط الحريات الشخصية ممنوع منها، بينما هذه في كردستان طبعا أيضا مشكلة، يعني أيضا قضية، ولكن ليس بالثقل بالشدة أو بالعنف اللي بنشوفه في جنوب العراق أو في مناطق العراق. وطبعا ايضا الواقع اللي الفصل اللي صار من زمن من 91، وبعدين طبعا تواصل هالفصل هذا حتى يعني الترتيبات السياسية اللي بعد احتلال العراق أدى مما أدى إلى يعني تكريس هذا الفصل، وعلى الحرب الشيعية السنية في وقت من الأوقات أدى إلى أنه يعني هالفصل هذا يزيد، وهالوضع هذا المزري في جنوب العراق يكون مثلا نوعا ما أنه كردستان بيحس لا إحنا بدنا نعيش بأمان أحسن وإحنا آمنين وضعنا. طبعا حتى أدى إلى نوع من التهيؤات غير صحيحة عند السلطة في كردستان، انه ممكن يكونوا بعيد عن يعني تأثيرات او نيران هالحرب هذا، اذا هم قالوا عن نفسهم انه احنا ما ممكن انه نشارك بهالموضوع، يعني فقط انه هم يرفضون المشاركة، هذا يؤدي الى انه يكونون بعيدين منها وبمأمن منها. طبعا بعد ما جاء داعش على موصل واحتل الموصل وتقرب من أربيل، توضح أنه مو هي الصورة الحقيقية والصحيحة. ولكن هذا الفصل صاير وهذا الفصل موجود، وطبعا يحتاج إلى عمل مشترك إلى تواصل وإلى خطة لتنظيم. لا مع الأسف حركة أكتوبر أو اللي صار في انتفاضة أكتوبر ما أثرت التأثير المرجو على كردستان. وطبعا في تيارات واتجاهات داخل الحركة الجماهيرية لازم ننتقدها هنا همينة. يعني كون إنه هاي الحركة يعني يافطتها كانت يافطة الوطنية العراقية، الوطن العراقي وكلنا عراقيين، يعني نقولها صراحة الخطاب الوطني
المنفصل عن الخطاب الإنساني، أوكي، هذا الخطاب ما يمشي بكردستان. الناس في كردستان ما يعتبرون حالهم جزء من هذا الوطن اللي يدعي العراقيين. طبعا هذا واقع، يعني شئنا أم أبينا هذا هو الواقع. فالشيء اللي ممكن أنه يوحد الحركة الاحتجاجية في العراق ككل ومع كردستان هو تمحور حول المطالب الإنسانية، المطالب الجماهيرية الواقعية، ورفع شعارات ورفع يافطات تعبر عن الكل، عن مأساة الناس، عن مطالباتهم، عن تطلعاتهم، وليس عن يعني شعارات وطنية ما تعرف ايش تعني حقيقة. يعني في ناس هواية يدعون الوطنية بالعراق وما أبعد ما يكونوا عن أي شيء، حتى بالقياس الوطني أبعد ما يكونوا عن أي شيء ممكن تسمى وطنية. نعم أستاذ شمال، أخيرا أعتقد أنك تتفق بأن الخلاص من هذه المآسي التي يعيشها الجماهير في العراق وفي كردستان لا يتحقق إلا بحركة اشتراكية ثورية في عموم العراق وكردستان. فإذا كنت تتفق، هل تجد أن الظروف مهيئة لوجود مثل هكذا حركة؟ الظروف غير مهيئة لأي حركة أخرى صراحة. يعني الظروف مهيئة إذا كنت تحكي من ناحية الاحتجاج الجماهيري، الظروف غير مهيئة لأي حركة أخرى. هي حركة أخرى ممكن تخلص الناس من المأساة الموجودة. يعني ناس جربوا القومية العربية، جربوا التيار الإسلامي السياسي بشقيها السني والشيعي، جربوا حتى جماعة الوطنيات وجماعة اللي المتآلفين مع أمريكا، وجماعة أنه خلي يعني حتى نصالح مع إسرائيل. يعني جربوا كل يعني حتى مع أنه أصوات ضعيفة، ولكن ما قدروا يوصلون. يعني جماعة التحالف مع أمريكا وجبهة أمريكا ما قدروا يوصلون لأي شيء. فالناس جربت كل هالحركات هاي وما في أي أمل من أي حركة من هاي الحركات. الأمل الوحيد اللي ممكن يكون موجود للمجتمع العراقي من الحركة الاشتراكية، ولكن حركة اشتراكية تدرك قوتها، تدرك ظروف يعني ظروف التحديات أمامها، وتنظر للواقع وتحاول أنه يعني تلقي يعني مواد البناء من المجتمع نفسه. يعني مو تصورات وسياسات معينة مكتوبة وكليشهات محفوظة. المجتمع ما يتم إنقاذه بالمحفوظات، يعني إنه في السنة الفلانية هيك صارت. لا، أنت عندك واقع معين وعندك يعني وسائل بناء، عندك مواد بناء بنفس المجتمع اللي باحتجاج بيفرز من يمه من نفسه يعني المواد اللي ممكن انت تستفيد منها في حركتك. فشنو هي هاي المواد؟ شنو يعني نتعرف عليها ونحط خطط على أساس هذا التصور الواقعي، ونعرف مكانتنا، ولازم ما ندعي ادعاءات يعني احنا بعيدين عنها. طبعا التطلع وأنه احنا نريد اشتراكية ونريد المساواة ونريد حتى المجتمع الشيوعي الخالي من الطبقات، هذه يعني فيجن أو تصور سياسي معين لازم يكون عندنا دائما، يعني ما نتنازل عنه. ولكن يعني خطابنا للجماهير وأسلوب حركتنا لازم يقنع الجماهير انه احنا ذول الناس مسؤولين، ويعرفون انه هم وين واقفين، ويعرفون انه وين راح يتجهون ووين راح يوصلون، وممكن يحققون انتصار. الناس ما راح تتبع حركة يسارية ما تقدر توصلها لمطالبها. يعني احنا في العراق وفي كردستان نحتاج الى نصر، نحتاج الى انتصار حتى ولو قليل، حتى ولو جزئي. نحتاج الى انه نقول انه حركة الجماهير قدرت انه يحقق الشغلة الفلانية. يعني مثلا هسه حركة تشرين على سبيل المثال حركة جماهيرية واسعة يعني بس شنو اللي حققتها مثلا؟
شنو المسائل اللي ممكن الواحد يأشر له يقول إنه حركة تشرين حقها؟ انتخابات مثلا 21 اللي 8 أشهر فات عليه أو يعني يصير أكثر من 8 أشهر فات على الانتخابات، ولحد الآن ما في حكومة وما في شيء، نفس الحكومة السابقة موجودة وفي برلمان والناس راحت وتستلم رواتبها المليونية واي وما سووا شيء، ويجون يستقيلون بالجملة ويعفون هذه هي اللي حققتها انتفاضة تشرين. يعني شنو هي المكتسبات اللي احنا اكتسبناها؟ الناس الجماهير اذا ما تكتسب شيء من حركتها ما راح يعني يسلموا مصيرهم بإيد حركة ما ممكن انه يساعدوه في تطور وفي تحقيق اهدافها وفي تحقيق امنيات حتى لو صغيره، انتصارات حتى لو جزئيه وصغيره ممكن تلعب دور كبير في نمو الحركات اليساريه يعني وحركه اي حزب. وطبعا ارجع واقول الامل الوحيد هي حركه اشتراكيه، ولكن اشتراكيه تقدر انه تنقذ الناس من مآسيها، تقدر انه توقف على الاقل الانحدار اللي موجود بالمجتمع، تقدر توقف بمكان وتقاوم وتقول لا كافي بعد هون وبس في منطقة معينة، مو شرط انه يكون على صعيد البلد كله. يعني ممكن انه حركة يسارية في كردستان او في العراق تشوف انه اني قدرتي وامكاناتي الحالية موجودة في منطقة، اركز نشاطي على هاي المنطقة، وبهاي المنطقة اشوف نموذج انه والله المنطقة الفلانية موجود به تيار اسمه التيار الشيوعي الماركسي الفلاني، وهذا التيار الشيوعي قدر انه هاي المنطقة مثلا صارت ازمة بالمجال الفلاني، هاي المنطقة صارت وضعها احسن من المناطق الاخرى. يعني احنا ممكن انه نعطي نموذج ونحاول انه ننمي يعني قدرة الجماهير على إدارة نفسها حتى في المفاصل الصغيرة، حتى في المسائل الصغيرة، لأنه هي هاي اللي ممكن أنه يعني تعيد إنتاج الحركة اليسارية وتعيد إنتاج الشيوعية. احنا متعلمين أنه إذا تريد تنقذ ناس روح غير أفكارهم. احنا الحركة الشيوعية طبعا هو هذا الخطاب اليساري الدارج هسه، تريد تنقذ ناس روح غير أفكارهم، غير تصوراتهم، الايديولوجيه مالتهم، القوميه الدينيه، روح هاجم الدين، هاجم القوميه، هاجم التصورات الايديولوجيه الخاطئه هاي، وتشوف بعد الناس وعوا، صار في وعي، يصير في تغيير. الموضوع بالعكس تماما. احنا كحركه اشتراكيه موجودين على اساس تفكير انه الواقع هي اللي تاثر بالفكر الاجتماعي، الواقع الاجتماعي هي اللي تفرز الفكر الاجتماعي. يعني هذا هو منهجنا. فاحنا لازم نكون موجودين داخل بوتقة وتجربة نضالية معينة، هاي التجربة النضالية اللي تفرز الاشتراكية، مو بالعكس. دخل الجماهير في نضال مشترك متحد متضامن مع بعض، وفيهم بهالتضامن هذا يحققون انتاجات. الشيوعيه راح تكون قويه ضمن هالجماهير هاي، ما ممكن حركه اخرى تجي وتاخذ منك الثمار. بس الشيوعيه راح تتقوى اذا تقوى التضامن، واذا تقوى انه احنا كلنا سواسيه، كلنا نساعد بعض، وكلنا ممكن انه نحقق نصر مع بعض. ما ممكن حركه اخرى تفرزها هالتجربه هاي الا حركه شيوعيه اشتراكيه او تتجه الى الاشتراكيه والشيوعيه. نعم. في ختام هذه الحلقه، شكرا لك استاذ كمال على وجودك معنا لهذا اليوم وعلى هذا الحديث المهم حقيقه. اشكركم، ومره اخرى احييكم واحيي زملائك، وتحياتي للمشاهدين في العراق واللي شاهدوا هالبرنامج هذا. شكرا. الشكر الموصول ايضا لكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناه الغد الاشتراكي. تقبلوا تحياتنا. كنت معكم في الاعداد والتقديم عباس فاضل، وفي الاخراج زميلي المخرج المبدع صلاح فتح الله. انتظرونا في يوم الخميس القادم في حلقه قادمه من حوار الغد. مع السلامه.